طاسه على النار هحط شويه زيت وهنزل بالطماطم متقطعه بقشر. هحط كمان توم مفروم، ممكن تستخدموا توم صحيح الموجود عندكم. هادي النار شويه واغطيها واسيبها على نار هاديه تستوي كويس. بعد كده حطيت معلقه كبيره من صلصه الطماطم ورشه سكر صغيره، وحطيت الملح، ظبطت الملح والفلفل الاسود. كده خلاص الطماطم استوت كويس. هرفعها من على النار وهنزل بيها في المفرمه او الخلاط وهضربها لحد ما قوامها يبقى ناعم. في نفس الطاسه اللي انا استخدمتها حطيت اللحمه المفرومه. هشوح اللحمه كده كويس الاول لحد ما تخرج السوائل اللي فيها كلها. بعد كده هحط بصله مبشوره، هشوح الاتنين مع بعض لحد ما البصل يستوي معايا شويه. كده تمام. هحط الطماطم اللي عملتها وهزود هنا شويه ميه سخنه عشان اخفف الصوص ده شويه. اخر حاجه هضيف المكرونه. استخدمت سباجيتي طبعا، سلقتها الاول. وما تزودوش كميه المكرونه عشان تبقى غرقانه كده جوه الصوص، وطبعا طعمها بيبقى احلى كتير. يعني انا استخدمت حوالي 100 جرام من المكرونه. طبعا قدمتها وهي سخنه على طول، وانا بحب الاطباق دي قوي، سهله كده وسريعه. يعني انا حضرت الطبق ده في حوالي 15 دقيقه بالظبط. جربوها بطريقتي وقولوا لي رايكم ايه. الطريقه دي حلوه قوي، وبجد من اسهل الطرق اللي ممكن تعملوا بيها المكرونه باللحمه المفرومه. وقولوا لي تحت في التعليقات بتعملوها ازاي.